اهلا بيكم في امتع مباراة اتلعبت في الجولة الثامنة من بطولة النرويج 2025. مباراة هيكارو ناكامورا ضد بطل العالم جوكيش. جوكيش وهيكارو ناكامورا ما بينهم خلافات من قبل البطولة، فهيكارو ناكامورا استفز جوكيش قبل البطولة ونزل تويتة وقال ان جوكيش محتاج انه يثبت نفسه. وجوكيش قبل المباراة دي لعب هيكارو ناكامورا في الجولة الثالثة من البطولة وأثبت نفسه وكسب هيكارو ناكامورا في مباراة كلاسيك. ودي الجولة الثامنة، بيرجع جوكيش يقابل تاني هيكارو ناكامورا. فيلا بينا نشوف ايه اللي حصل في المباراة المثيرة دي. هيكارو ناكامورا اللي بيلعب بالقطعة البيضاء بتصنيف 2804 المصنف الثاني على العالم ضد بطل العالم اللي بيلعب بالقطعة السوداء بتصنيف 2787. هيكارو يقرر انه يقدم البدء في الاي 4، جوكيش يروح طالع ببدء في الاي 5، هيكارو يروح طالع بالحصان يهدد البدء، جوكيش يطلع بالحصان يحمي البدء، جوكيش بعد كده هيكارو يروح مقدم البدء في الدي 4، بيقول لجوكيش كل البدء علشان اكل بالحصان. وده اللي حصل، جوكيش يروح واكل البدء، هيكارو ياكل بالحصان، بعد كده جوكيش يروح منتشر بالحصان بيهدد انه ياكل البدء اللي موجود في الاي 4، هيكارو ناكامورا يطلع بالحصان يحمي البدء، جوكيش يروح منتشر بالفيل بيعمل بين على الحصان وبيحضر انه يبيت، فهيكارو ناكامورا يكمل ويروح واكل الحصان اللي موجود في سي 6، جوكيش يروح واكل بالبدء، هيكارو يروح منتشر بالفيل بيحمي البدء اللي موجود في الاي 4، فيكمل جوكيش ويقرر انه يبيت، هيكارو ناكامورا يروح مبيت، بعد كده جوكيش يروح مقدم البدء في الدي 5، بيقول له كل البدء علشان اكل بدء علشان الغي الدبل بون. وده اللي حصل، هيكارو ناكامورا يروح واكل بدء، بس هنا جوكيش ما ياكلش البدء ويقرر انه يلعب اخر نقله من الافتتاحيه في الشكل ده ويروح منتشر بالفيل في جي 4، بيهدد انه ياكل الوزير اللي موجود في الدي 1 محمي عن طريق الحصان، فانت هنا ما تقدرش تاكل. هيكارو ناكامورا يلعب افضل نقله ويلغي التهديد ده ويروح مقدم البدء في الاف 3، بيهدد انه ياكل الفيل يروح راجع في الاتش 5، بعد كده هيكارو يروح منتشر بالفيل في جي 5، بيهدد انه ياكل الحصان وبرضه عامل بين على الحصان ده فانت ما تقدرش تتحرك بيه في اي مكان. جوكيش يروح واكل البيضة اخيرا، بعد كده هيكارو يروح واكل الحصان، جوكيش يروح واكل الحصان عن طريق الوزير، بعد كده هيكارو يكمل ويقرر انه يلعب اول نقله هجوميه في الشكل ده ويروح واكل البدء الموجود في الدي 5، بيعمل دبل اتاك على الوزير والفيل. انت هنا كلاعب اسود علشان تلغي اي افكار ديسك دبل اتاك او فورك في الشكل ده محتاج ان انت تعمل حاجتين، تلعب قطعه تحمي القطعه التانية او تلعب قطعه تعمل تشيك وبعد كده تهرب بالقطعه التانية. وده اللي حصل في الجيم، جوكيش قرر انه ياكل البدء الموجود في البي 2، بيحمي الوزير وبيحمي الفيل الموجود في البي 4. انت هنا تقول لي ثانيه واحده ايه اللي حصل ده؟ ليه هنا جوكيش ما لعبش الوزير بتاعه في الدي 4 يعمل تشيك على الملك، فالملك هنا يتحرك في اي مكان، ساعتها انت تروح واكل الحصان اللي موجود في دي 5، انت هنا بتكسب قطعه من الافتتاحيه، انت هنا اللي بتكسب الجيم. الفكره كلها ان جوكيش لو عمل ده هو اللي هيخسر الجيم، علشان هرد عليه واعمل له ديسكفر اتاك واروح عامل لاعب الفيل بتاعي في الاتش 7 بتشيك على الملك، تتحرك بالملك ولا تاكل فيل تعمل اي حاجه تخسر الوزير وبتخسر الجيم. فعلشان كده جوكيش ما وقعش في نقله ساذجه زي دي وما عملش تشيك وقرر انه ياكل البدء. هيكارو ناكامورا يضغط عليه ويروح لاعب الروك بتاعه في البي 1 بيهدد انه ياكل الوزير، ولو انت اكلت او اتحركت او عملت اي حاجه في الشكل ده انا هاكل الفيل اللي موجود في البي 4 بالحصان محمي بالروك. يقرر جوكيش في الشكل ده انه يلعب النقله الوحيده اللي ما تخسروش الجيم ويروح لاعب الفيل بتاعه في السي 5 تشيك على الملك، الملك يروح متحرك في الاتش 1 وبعد كده جوكيش يروح متحرك بالوزير في الاي 5 بيحمي الوزير وفي نفس الوقت بيهدد انه ياكل الحصان الموجود في الدي 5. فهيكارو ناكامورا ما يهتمش بالحصان اللي موجود في الدي 5 ويقرر انه يضغط على جوكيش، يقرر انه يهجم عليه ويروح لعب الروك بتاعه في الاي 1 بيهدد انه ياكل وزير، علشان نفس الفكره لسه موجوده، انت لو اكلت الحصان هعمل لك ديسكفري تشيك وتخسر الوزير بتاعك اللي موجود في الدي 5. فعلشان كده جوكيش ما اكلش الحصان وقرر انه يحمي الوزير بتاعه ويلعبه في الدي 6، يكمل هيكارو ناكامورا ويروح لاعب الحصان في الاي 7 بتشيك على الملك، ما تقدرش تاكل بسبب الروك تخسر الوزير بتاعك، فالملك راح متحرك في الاتش 8، فيكمل هيكارو ناكامورا ويروح لاعب الوزير في الاي 2. حرفيا هيكارو ناكامورا كل نقلاته هجوميه، كل نقلاته ضاغط فيها على جوكيش. ايه الفكره من نقله الوزير الموجود في الاي 2؟ الفكره كلها ان انت لو حبيت ان انت تتفزلك وتروح لاعب مثلا روك مثلا في الاي 8 في الشكل ده على اساس ان انت بتهدد قطعه الحصان بالروك بالوزير،
بالفيل، بتهدد اللي انت تكسب قطعه في الشكل ده، انت هنا اللي هتخسر الجيم. علشان انا هرد عليك واروح لاعب الحصان بتاعي في جي 6، اضحي بالحصان. انت تعمل ايه؟ تاكل بالفيل، تاكل بالبدء، تاكل بالبدء، اي قطعه، تاكل باي قطعه. هروح واكل الروك، تاكل الروك اللي موجود في الايد، ارد عليك واروح واكل الروك. بص هنا الملك ما يقدرش يتحرك في اي مكان، فمجبر اللي انت تغطي بالوزير. ساعتها اروح واكل الوزير. تاكل انت بالفيل، عندي بقى النقله ديك اللي انا اكل الفيل ده، تاكل باي قطعه، العب الروك بتاعي هنا، اكل البيضه، اكل البيضه. طبعا فكره اللي انا مثلا العب دي مش تنفع علشان هو هيتحرك بالملك، فاحسن نقل اللي انت تلعب روك مثلا في البي 7 وتهدد اللي انت تكسب قطعه من الاثنين. لو هو حب ان هو يحمي، ساعتها تاكل البيضه ده ويبقى عندك بيضه سالك اسطوري سفاح. تمام. فالمهم ده الافكار اللي بتاعت هيكارو ناكامورا لما لعب الوزير بتاعه في الاي 2. طبعا جوكي شايف الافكار دي، فهو قرر انه يلعب روك في البي 8، طالب تريد روك قصاد روك. يقرر هيكارو ناكامورا يروح لاعب وزير في الاي 4، بيهدد انه يكسب تشيك ميت في نقله واحده بس بعد ما يلعب الوزير بتاعه في الاتش 7 محمي عن طريق الفيل. جوكيش يمنع الفكره دي ويروح لاعب الفيل، بيهدد انه ياكل الوزير. هيكارو ناكامورا يروح واكل الفيل عن طريق الحصان بتشيك على الملك. اللاعب الاسود يروح واكل عن طريق البيضه. كانت احسن نقله ان هو ياكل بالبدء الثاني، بس هو اكل بالبدء ده فرد عليه هيكارو ناكامورا ولعب افضل نقله وراح اكل الروك الموجود في البي 8. جوكيش يروح واكل بالروك، بعد كده هيكارو ناكامورا يروح مقدم البيضه في الجي 3. الفكره كلها هنا ان هيكارو ناكامورا وجوكيش بص هنا عندهم مشكله في الباك رانك. المشكله دي ايه؟ ان هم هيبقوا خايفين ان هم يحركوا وزير في اي مكان والروك في اي مكان، بسبب ان هم ممكن يخسروا بافكار التشيك ميت. دي المشكله، عشان الملك ما يقدرش يهرب. فعلشان كده هيكارو ناكامورا قرر انه يقدم بيضه في جي 3 علشان يقدر يهرب بالملك بتاعه ويدخله في الجيم. جوكيش يروح مكمل ويلعب تاني غلطة ليه ويروح لعب الروك بتاعه في الاف 8. طبعا هو هنا بيهدد انه ياكل البيضة في المستقبل، وممكن يضغط عليه بالوزير مثلا وبالروك. جوكيش لعب كارو ناكامورا هو اللي راح قرر انه يلعب الملك بتاعه في جي 2 يحمي ويدعم البيضة. جوكيش يروح راجع بالفيل في البي 6، يعتبر فيل اسطوري حمي بيضاءين وعنده دياجونال سفاح. جوكيش يروح اقصد هيكارو ناكامورا يروح مقدم البيضة في الاتش 4. بعد كده جوكيش يروح لاعب الوزير في السي 5. هنا جوكيش عنده فكره ان هو مثلا يلعب وزير في الاف 2 بتشيك على الملك محمي بالفيل، فانت تضطر تتحرك وساعتها اقدر اكل البيضة اللي موجود في الاف 3 واكسب بيضة. فهيكارو ناكامورا قرر انه يقدم البيضة بتاعه في الاف 4 علشان يحمي البيضة. جوكيش راح لعب الوزير في الاف 5. هو هنا طالب تريد وزير قصاد وزير. جوكيش حاسس ان هو في موقف وحش، تمام، فعشان كده هو عاوز يكسر قطع بدري، عاوز يخلص الجيم تعادل، عاوز يروحوا يلعبوا مباراة ارماجدون ويخلصوا الجيم. تمام. فرد عليه هيكارو ناكامورا وراح لعب الوزير بتاعه في السي 4، بيهدد انه ياكل الوزير عن طريق الفيل. الوزير يروح متحرك في الاف 6. بعد كده هيكارو يروح لاعب الروك بتاعه في الاي 5، بيدخل الروك في الجيم. جوكيش يروح لاعب الوزير في الدي 6. بعد كده هيكارو يروح مقدم بيدق في سي 3. مفيش خوف على الفيل علشان هو محمي عن طريق الوزير. جوكيش يروح لاعب الوزير بتاعه في الاس 3. بعد كده هيكارو ناكامورا يروح متحرك بالملك في الاتش 3. جوكيش يروح متحرك بالوزير في الدي 6. جوكيش يروح متحرك. بعد كده هيكارو ناكامورا يروح متحرك بالملك بتاعه في الجي 2. وهنا حصلت خدعة بسيطة من هيكارو ناكامورا. هيكارو ناكامورا هو هنا مش عارف يلعب ايه، وجوكيش برضه هو مش عارف ان هو يلعب ايه. فعلشان كده هما الاتنين قرروا انه يحركوا القطع بتاعتهم في نفس المكان، في نفس المكان، لحد ما وصل ان جوكيش ان هيكارو ناكامورا لو اتحرك بالملك بتاعه في جي 2 الجيم هيخلص تعادل. بس هيكارو ناكامورا ما اتحركش بالملك بتاعه في جي 2 وقرر انه يتحرك بالملك في الاي 4. وده ان يدل فهو يدل ان هيكارو ناكامورا مش عاوز الجيم يخلص تعادل. هيكارو ناكامورا شايف ان وقت جوكيش 16 دقيقة 27 ثانية وانا وقتي 44 دقيقة 24 ثانية، فانا اقدر اضغط عليك، اقدر اضغط عليك بالوقت واقدر اكسبك في الجيم. فعلشان كده جوكيش رد عليه وراح لعب الفيل بتاعه في السي 5. هيكارو ناكامورا راح متحرك بالملك بتاعه في الجي 2. بعد كده جوكيش راح متحرك بالوزير. هيكارو ناكامورا رجع بالملك تاني، فجوكيش حس ان هو بيقول له خلاص يعني يلا بينا تعادل، راح رجع بالوزير تاني، عاوزك تتحرك في المكان ده مرتين كمان وتخلص الجيم تعادل. بس هيكارو ناكامورا زي ما قلنا مش عاوز يخلص الجيم تعادل، قرر انه يقدم البدء بتاعه في الاتش 5. ما تقدرش تاكل البدء ده بسبب ان انت تخسر بتشيك ميت في نقله واحده بس. جوكيش شايف ده فراح متحرك بالوزير بيدي تشيك على الملك. الملك راح متحرك. بعد كده جوكيش راح متحرك بالفيل بيهدد انه ياكل الروك. الروك راح متحرك في الاي 6. وعندي نفس الفكره، لو اكلت تخسر بتشيك ميت، فهنا جوكيش ما ياكلش ويروح لاعب الروك بتاعه في الاف 6. هيكارو ناكامورا يروح لاعب الروك يدي تشيك على الملك اللاعب الاسود يروح مغطي عن طريق الفيل. بعد كده هيكارو يروح لاعب الوزير بتاعه في الايت، بيضغط على الفيل اللي موجود في الاف 8.
جوكيش يقرر انه هيلعب الوزير بتاعه في الدي 6 علشان يدعم الفيل ده. فانت لو لعبت اي حاجه في الشكل ده تخسر بالتشيك ميت. هاكل الفيل، تاكل بالروك، اكل بالوزير، تخسر بالتشيك ميت. الملك ما يقدرش يتحرك في اي مكان. فعلشان كده جوكيش قرر انه هيلعب الوزير بتاعه في الدي 6، وحتى ما ياكلش الفيل اللي موجود في الدي 3 علشان هيخسر بالتشيك ميت زي ما قلنا. فالمهم هيكارو ناكامورا قرر انه يلعب الروك بتاعه في الدي 8، بيهدد انه ياكل وزير وبيحمي الفيل اللي موجود في الدي 3. التاني يروح متحرك بالوزير في الاي 7 علشان يفضل حامي الفيل اللي موجود في الاف 8. فانت لو اتحركت بالوزير بتاعك في اي مكان هتخسر بتشيك ميت. هيكارو ناكامورا رد عليه وراح اكل البدأ. جوكيش راح اكل بالبدأ. بعد كده هيكارو راح لعب الوزير بتاعه في السي 8، بيحضر انه يعمل افكار تشيك على الملك، يلعب فيل في السي 4 ويقدر يكسبه بتشيك ميت. المهم جوكيش يروح لاعب الوزير بتاعه علشان يمنع نقلة الفيل اللي حاصلة في السي 4، في السي 4 في الشكل ده. فالمهم هيكارو ناكامورا يروح متحرك بالفيل في الاي 4. جوكيش يروح مقدم البيدق. هيكارو ناكامورا ياكل البيدق، بيهدد انه ياكل الروك. بعد كده جوكيش يروح لاعب الوزير بتاعه في الاف 2، بيدي تشيك على الملك. الملك راح متحرك في الاتش 3، وهنا مفيش اي تشيكات. يعني التشيكه الجايه اللي انت تلعب وزير في الاف، ساعتها هلعب لك الفيل بتاعي في جي 1. فعلشان كده جوكيش ما لعبش الوزير بتاعه في الاف 1، وقرر انه يلعب الروك بتاعه في الاف 7. فالمهم زي ما انتم شايفين جوكيش متكتف حرفيا في الجيم، ما يقدرش يتحرك في اي مكان، وهيكارو ناكامورا بيضغط عليه. يعني هو هنا كان بيهدد له الروك، اتحرك بالروك، هدد له الروك تاني، هات الروك، اتحرك بالروك، بيهدد انه ياكل البيضه، كده كده هو محمي عن طريق الفيل. فرد عليه هيكارو ناكامورا وراح لعب الوزير بتاعه في جي 4، بيحمي البيضه وبيحضر انه يعمل افكار تشيك ميت. لو انا عرفت اديلك تشيك بالوزير في الاتش 4، تشيك على الملك، تتحرك بالملك، تخسر بتشيك ميت في الخطوه الجايه. فجوكيش رد عليه وراح مديله تشيك. هيكارو ناكامورا غطى بالفيل، بيهدد انه ياكل الوزير. الوزير راح متحرك في السي 1 علشان لما تدي تشيك للملك ساعتها اقدر اغطي بالوزير بتاعي في الاتش 6، وانت هنا ما بتكسبنيش بتشيك ميت. وده اللي حصل. هيكارو ناكامورا رد عليه بوزير في الاتش 4، تشيك على الملك. رد جوكيش بوزير في الاتش 6، بيلغي فكره التشيك ميت. فيرد عليه هيكارو ناكامورا ويديله رصاصة الرحمة حرفيا، فيل في الدي 5. جوكيش اول لما شاف النقلة دي قرر انه يستسلم، والسبب بسيط جدا. الملك بتاعك محبوس، القطع بتاعتك كلها معمول لها بن، حرفيا ما تقدرش تتحرك. يعني انت هنا لو اتحركت بالروك بتاعك في اي مكان هتخسر بافكار التشيك ميت بعد ما اكل الفيل. فانت الروك ده مهمته الوحيدة دلوقتي انه يحمي الفيل. الوزير حامي الملك، الملك ما يقدرش يتحرك في اي مكان بسبب الفيل والوزير. فانت تعمل ايه؟ لو انت فكرت ان انت تاكل الوزير، هاكل بالبدأ، وهنا انا بحضر اللي انا اكسبك والعب الفيل بتاعي في الاف 7، احمي البدأ واروح واكل الفيل بتشيك على الملك. انت لو اكلت البدأ الموجود هنا، هاكل الفيل عن طريق الروك، فتتحرك بالملك، وساعتها ارد عليك بفيل في الاي 4 وبكسب الروك. لو ما اكلتش البيضة يا عمي ولعبت اي حاجه زي مثلا انت تهدد، هلعب لك الفيل بتاعي في الاف 7 دي. يعني فاهم؟ اف 7 خلاص ربط، فكيت الربط اللي حاصل ما بين الروك والفيل. فساعتها انا بحضر ان انا اكل الفيل اللي موجود في الاف 8. بتخسر قطعه، وانا اللي هنا الاحسن، وانا اللي هنا اللي بكسبك. يعني احسن نقلات في الشكل ده اصلا اللي انت بعد ما تدي تشيك هتحرك بالملك، بهدد ان انا اكل الروك، انت تروح واكل الفيل. يعني دي احسن نقله ليك. ساعتها انا هرد عليك واروح واكل، انت ما تقدرش تحمي الفيل علشان انا هاكل الفيل ده. فتتحرك بالملك، اكل الفيل. تتحرك بالملك علشان تهدد، عادي مش مهم، طز كل. يعني ادفع حاجه تاكل، اكل، وبعد كده اكل واقدم ورقي، او حتى اكسبك بالروك اللي معايا اللي موجود في ليت بس. فده كارو ناكامورا الصراحه قلب سفاح. جوكيش كان سفاح في المباراه اللي فاتت، بس جوكيش على ما اعتقد ارهق نفسه، فهو كان بيلعب لحد الثواني الاخيره. لعب ماجنس كارسن مباراه استمرت ممكن 4 ساعات وحاجه، لعب ارجون ارجازي مباراه استمرت 4 ساعات وحاجه. فالموضوع صعب جدا ان هو تقدر تكمل بنفس الريتم على طول كل يوم. فبس مباراة أسطورية الصراحة من هيكارو ناكامورا، مباراة أسطورية من جوكيش، أفكار مسمومة من الاتنين، اداء سفاح. بس كده ناقص كده جولتين يا شباب في اللي جاي. اللي عاوز يعرف النتيجة لحد الجولة دي تعال نشوفها مع بعضينا. حرفيا الدنيا كلها مولعة، النتائج كلها مولعة. فابيانو كاروانا 12 نقطة ونص. فابيانو كاروانا خسر اخر جيم ضد ارجون ارجازي. لو كان كسب كان خلاص، يعني كان فرق كتير قوي عن تاني واحد اللي هو عنده 12 نقطة. بس المهم هو عنده 12 نقطة ونص، ماجنس كارسن عنده 12.
هيكارو ناكامورا عنده 11 ونص. جوكيش عنده 11 ونص، ده عنده 10 ونص. طبعا وي بعيد شويه، بعيد شويه عن الصداره، بس انتوا متخيلين 10 ونص ل 12 ونص، اي حاجه ممكن تحصل، اي حاجه حرفيا. المباراة الجاية اللي هتتلعب ما بين هيكارو ناكامورا ارجون ارجازي، ماجنس كارسن ضد فابيانو كاروانا، ده قمة الصراحة. جوكيش ضد ويه، اتمنى ويه ما يبقاش حصالة، اتمنى ويه ما يخسرش الجيم الكلاسيك ده، ساعتها هيبوظ الدنيا خالص الصراحة. بس كده كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.